ذلك مخيف، لقد عاود النهوض ونظر إلي بطريقة سيئة. على الرغم من عيوب روبوتاته إلا أن دينيس متفائل. بحلول عام 2050 نريد أن يكون لدينا روبوتات ذات صفات بشرية بحجم كامل تلعب كرة القدم ضد البشر في بطولة كأس العالم وتفوز. روبوتات تلعب ضد البشر وتتوقع أن تفوز؟ أراهنك $20. موافق. مع أن هذا يبدو كخيال علمي إلا أن العديد من الخبراء يعتقدون بأن الروبوتات ذات الصفات البشرية تستطيع التقدم بأسرع مما نظن. الروبوتات المتطورة تصنع سياراتنا من الآن، وقريبا جدا ستكون قادرة على تقديم المشروبات لنا وحتى القيام بالغسيل. في اليابان، حيث يتزايد عدد المسنين بوتيرة أسرع من أي بلد آخر، يقوم الباحثون بتطوير روبوتات للاعتناء بالمسنين من الاستحمام إلى النقل. ويوما ما قد ترعى الروبوتات أطفالنا، وهي وظيفة لطالما تطلبت لمسة إنسانية. شيري تيركل باحثة في معهد ماساتشوستس للتقنية MIT، وكتبت عدة كتب عن آثار التقنية على البشر، وهي قلقة على مستقبل علاقتنا مع الروبوتات. من السهل أن ننظر إليها ونقول لم تبلغ ذلك المستوى بعد، ستبلغ مستوى قويا جدا بحيث إننا سنريد مصاحبتها، وعندها عليك أن تقول حسنا أين وصلنا؟ لماذا نريد أن نطور شيئا كهذا؟ وفي المستقبل لن تقوم الروبوتات برعاية أطفالنا فحسب، قد تصبح جزءا منا، تندمج حرفيا مع الجسم البشري وتنقلنا سوية إلى شيء هجين. يا للروعة.